السلام عليكم يا حبايبي. يا رب تكونوا في أحسن وأسعد حال. النهاردة هنعمل فطيرة خفيفة جدا. عملت معاكم أشكال وأنواع كتير من الفطائر، بس المرة دي الفطيرة دي خفيفة خالص واقتصادية جدا، وتقدري حضرتك تعمليها بدل العيش الفينو. يعني تقدري تعتمدي عليها في الفطار أو العشاء. نسمي الله ونصلي على حضرة النبي ونبدأ مقاديرنا. معايا هنا 3 كوبايات دقيق، وهوري حضرتك يعني بنعبي كوباية ازاي او بنعاير الكوباية ازاي. ما تروحيش تكبسي الكوباية يعني تقولي دي كوباية. انتي تملي الكوباية بالمعلقة لحد ما تتملأ للآخر. اللي معايا دول 3 كوبايات دقيق. هنا في نص كوباية مية هحطها في بولة كده، وهنزل عليها بمعلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة فورية. يبقى ملح وسكر وخميرة فورية بالمقدار اللي قلت لحضرتك عليه، وهدوبهم في المية. طب ليه بدوبهم قبل ما اعجن بيهم؟ عشان لو حطيتهم يعني صراحة كده على الدقيق العجينة هتقطع مني. لما بندوبهم سبحان الله خلاص جنبي كوباية مية. طب هو انا هحط النص ده اللي انا دوبت فيه وكوباية المية؟ لا، انا هحط النص اللي دوبت فيه السكر والملح والخميرة، وبعد كده المية هنزل بيها بالتدريج. ال3 كوبايات دقيق اللي قدامي هنعمل ايه؟ انا يعني دي اضافة انا بعملها، لو موجودة عند حضرتك اعمليها، مش موجودة استغني عنها وبرضه هتطلع النتيجة رائعة. حطيت معلقتين كده من اللبن البودر، بحس ان هما بيعززوا الطعم شوية، لكن لو مش موجود خلاص. هنا معايا قد 3 معالق زيت ووريتهم لحضرتك في الفنجان. طب ايه تاني هنحتاجه؟ هنحتاج نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، هنحطها على زي ما حضرتك شايفة كده، هنحطها على الدقيق نص معلقة صغير بس. هي دي كل خاماتنا. وهنبدأ ننزل بالمية اللي فيها الخميرة بتاعتنا والسكر والملح، ونلف الدقيق بتاعنا وننزل المية بالتدريج ونعجن. طبعا زي ما حضرتك شايفة كده بتأكد ان الخميرة بتاعتي دابت، وبتأكد برضو انها عملت فقاعات عشان اتأكد انها خميرة صالحة للاستخدام. هنحط بقى الخامات دي على الدقيق، وهبدأ ألف الكلام ده في الدقيق وأنزل بالمية اللي جنبي بالتدريج. المية دافية، المية دافية. يعني إيه دافية؟ يعني ما هياش سخنة وما هياش من الحنفية، زي دمع العين كده، لأن الصراحة إحنا الجو برد ومحتاجين إن الخميرة تكون دافية. هبدأ أعجن زي ما حضرتك شايفة كده. أفضل كده أجمع الدقيق بنص كوباية المية اللي أنا حطيتها، عشان لما أزود مية أزود بالحساب، ما أحطش وبس. بصي حضرتك كده، دول حبة المية اللي زودتهم، وأنا هكمل وهقولك خدت قد إيه مية بالظبط. بعجن اهو، وطبعا لازم تعجني وتدي مجهود للعجين بتاعك. في الحالة دي انا مش هنقل العجين على الرخامة ولا حاجة، هو اصلا مش محتاج، يعني هعجنه جوه الطبق زي ما حضرتك شايفة كده. والعجينة واضح انها عجينة طرية يعني مش يابسة، يعني انا حابة انها تبقى كده، وهي نجاحها صراحة بيعتمد عن انها ما تبقاش عجينة يابسة. طيب انا هحكم على العجين ازاي؟ لا، هروح اغسل ايدي وارجع للعجينة عشان اعرف هي ملمسها ايه. زي ما انت شايفة كده، شفتي ولمت خالص من البولة اهي. وهيبقى فاضل عندي ال3 معالق زيت، 3 معالق اكل، يعني 3 معالق بالمعلقة اللي بناكل بيها زيت فقط. اهو بوري حضرتك نص كوباية خدته دوبت فيه، وخدت من الكوباية كاملة نص، يعني ال3 كوبايات دول خدوا مني كوباية مية فقط. كوباية واحدة مية، نص دوبت فيه الخامات ونص ضفته على العجين. وزي ما حضرتك شايفة كده، وزي ما بقولك اوعي تقولي العجينة محتاجة دقيق وتفضلي تزودي عشان هو اللي يعني بيلزق في ايديكي. لا، هنروح نغسل ايدينا ونرجع عشان نشوف طراوة العجينة. شطفت ايدي من العجين ورجعت له عشان اقدر احس بملمسه كده. خلاص انا مش عايزة لا دقيق ولا مية، يبقى مجموع المية اللي خدناها كوباية مية. فانتي برضو ممكن تنزلي بالتدريج، لان ممكن العجينة بتاعتك ما تاخدش كوباية المية كاملة او تحتاج مية وشوية. دول ال3 معالق زيت هاخدهم بالتدريج كده، وهسيب شوية في الفنجان وهقولك ليه. اهو كده، وابدأ هتلاقي بقى العجينة فرطت منك كده واتقطعت. ما تخافيش، جمعي، هتتجمع وهتبقى في منتهى الجمال، وهتبقى عجينة طرية جدا.
مفيش عجين ناجح من غير مجهود، لازم أبذل فيه مجهود. أنا عندي العجان بس مش برضه أعجن فيه عشان حضرتك ما تكسليش وتقولي ما هو العجان اللي عجن، لأ أدينا بنعجن بإيدينا والعجين في البيت كله بركة. بصي أنا بشيل قطعة العجين كده واخبطها في البولة عشان أنعم العجين بتاعي وأدخله أكبر كمية هواء زي ما حضرتك شايفة كده. بصي الجمال، العجينة في منتهى الجمال، ودول 3 كوبايات دقيق يعني مش حاجة كتير. بدأت العجينة تجمع معايا كده وخلاص قربت بقى اسيبها وترتاح في البولة. بصي بصي طرية ملبن، عجينة ملبن اهو زي ما حضرتك انا ما خرجتهاش ولا حطيتها على الرخام زي ما بعمل ولا حاجة، هي مش محتاجة، بس بذلت فيها شوية مجهود. خدت معلقة الزيت التانية وبدأت أدهن العجينة بتاعتي، وكمان هدهن البولة اهو. شايفة طراوة العجينة، شايفة هو ده المطلوب، انها عجينة طرية اهو. شايفة حضرتك، بصي بصي جميلة جميلة. هدهن القاع بتاع البولة وهحط فيه العجينة بتاعة الفطيرة بتاعتنا. حاجة جميلة جدا وحاجة اقتصادية. حضرتك شايفة لحد دلوقتي احنا مخدناش الا دقيق ومية وملح وخميرة وسكر قليل وبس والزيت كده. بدهن وش العجينة وطبعا هغطيها بفوطة وهسيبها تخمر. طيب هسيبها قد ايه؟ احنا في الشتاء، شوفي هي قد ايه دلوقتي، احنا في الشتاء طبعا هتاخد وقت لحد ما تخمر. انت تبقي تبصي عليها يعني على الاقل ساعة الا ربع على الاقل عشان تطلع وتبقى عجينة حلوة. نرجع لما تخمر. الصينية اللي انا هحط فيها العجينة بتاعتي لما تخمر ان شاء الله، عملت ايه؟ جبت قطعة زبدة كده ودهنت بيها، مشيتها كده في الصينية دهنت بيها. ليه؟ لان احنا عاملينه بزيت، يعني مش اقل من ان انا ادهنها سمنة او زبدة. اهي قطعة الزبدة اهي، وسبت الباقي كده عشان ابقى بطط بيه الفطيرة من فوق. لو مش موجود سمنة او زبدة خلاص هدهن الصينية زيت عادي وزيت خفيف ومفيش اي مشكلة. نروح بقى نبص على العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت. شوفي حضرتك هوريكي حجم الفطيرة بقى قد ايه بعد ما خبرت. بصي في الاول ارجعي كده للشكل في الاول، وبصي دلوقتي بقى شكلها ايه ومليانة هوا وبسم الله ما شاء الله جميلة جدا. هنقلها بقى في الصينية، طبعا هطلع الهوا اللي فيها وهنقلها في الصينية. شوفي عاملة زي كده يعني الرغيف الشمسي كده، حاجة يعني مبطبطة كده وجميلة. هبدأ بقى افرد فيها، هتتفرد بمنتهى السهولة لانها مستريحة في الخمر. واخد من السمنة او الزبدة اللي سايحة جنبي دي او الزيت لو مفيش، وابطط كده وافرد الفقاعات اللي بتطلع دي نتيجة ان هي خمرانة كويس. انتي بتبططي تاخدي من جوه لبره بحيث ان لا الحروف تبقى رفيعة ولا القلب يبقى تخين قوي، وبرضو ايدك تبقى حنينة في فرد العجين، مش تروحي تبطي خمره بقى وتبططيه جامد وتدوسي عليه، لا تبقى ايدك حنينة كده وتفرد وهي هتستجيب. حضرتك شايفة اهي هتملى الصينية. يلا مع بعض نملى الصينية ونشوف ايه الخطوة التانية. خلصتها يبقى هسيبها تستريح، وبرضو هغطيها واسيبها تستريح بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. هي كده استريحت. طبعا انا بسرع في الفيديو بتاعي وهبدأ اقولك هنعمل ايه. انا هنا معايا شوية لبن صغيرين، حط عليهم معلقة سكر عشان هدهن بيهم الوش. طب لو مفيش عندي لبن يبقى مية وسكر. طيب لو انا مش عايزه احط سكر ممكن احط معلقه عسل اسمر على الميه وادهن بيها وش الفطيره. كل المخابز شغاله بالعسل الاسمر والميه، يعني العيش الفينو اللي حضرتك بتجيبيه من بره ده هو مدهون وشه عسل وميه، محدش بيدهن بيض ولا حد بيدهن لبن. لكن انا مادام عندي شويه اللبن الصغيرين دول هدهن بيهم، حطيت عليهم معلقه سكر. طب ايه سبب السكر؟ ان هو بيساعد انه يدي الوش لون احمر وجميل. هبدأ ادهن كده وايدي برضو خفيفة، لان انا لما سبتها غطيتها وسبتها تستريح قد ربع ساعة كده عبال ما روقنا المكان حوالينا كده، خلاص الفطيرة كده جاهزة تخش الفرن. طبعا انا في الوقت ده مولعة الفرن على درجة حرارة 200، وهدخل على طول هو سخن، فعلى طول مجرد ما خلص دهنها هدخلها على طول.
بقى ارش عليها السمسم. وعايزه اقول لحضرتك ممكن نحط كمان على السمسم حبه البركه، بس انا عندي مش بيحبوها قوي يعني، فحطيت سمسم بس اكتفيت. ممكن تحطي سمسم وشويه زعتر، لكن احنا خليها كده بالسمسم بس عشان تنفع يتاكل بيها جبنه، يتاكل بيها مربى زي ما انت عايزه. هتقولي طب ما احنا كان ممكن نحشيها، ممكن، بس انا ما بحبش افرط حشوتها عشان يبقى انت متاح عندك يعني تحطي فيها اي حاجه. هنشوف مع بعض دلوقتي. دي السكينه اللي هقطع بيها، لو ما عندكيش السكرابر اللي بنقطع بيه يبقى ممكن تستخدمي السكينه. انا هنا عندي السكرابر هقطع بيه. بصي واقطعي بقى التقطيع اللي يناسبك، تقطيع التورته اللي احنا بنقطعه ده، او مربعات صغيره او مربعات كبيره زي ما انت عايزه، التقطيع اللي يناسبك. اهو انا بقطعها بالسكرابر، وابعد الاجزاء وانا بقطع، ابعد الاجزاء عن بعضها. هتقولي لي طب ما انت كنت سبتيها ولما تطلع من الفرن نقطعها زي الفطير المخمور اللي انا عملته، زي الفطير البقسماط اللي انا عملته. لا، احنا كده هنقطعها عشان تطلع الاجزاء يعني كل جزء مستقل بذاته. هنشوف دلوقتي بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. عايزه وزي ما قلت لك، عايزه تحطي مع السمسم حبه البركه، عايزه تحطي شويه زعتر، براحتك بقى، لكن انا اكتفيت بالسمسم. وهبدا اخلصها تقطيع وادخلها الفرن اللي ساخن مسبقا على درجه حراره 200. عايزه اقول لحضراتكم ان في قناه اسمها قناه جميله للحلو والحادق. الست دي انا بستفيد منها كتير جدا، رغم ان هي اصغر مني كتير في السن، لكن الحقيقه بتقول حاجات مفيده جدا جدا جدا، وتقدروا تشوفوها وتقدروا تستفيدوا. معلوماتها غزيره جدا، وبتشرح بمنتهى الامانه ومش بتخبي حاجه. ربنا يوفقها، وقناتها تبقى من اكبر القنوات لان عندها كميه اخلاص عاليه جدا الصراحه. ده شكل الفطيرة بتاعتنا داخل الفرن بعد مضي نص ساعة. هخرجها وهفرجها لحضرتك. خدت في الفرن تقريبا ساعة إلا ربع، وطلعت بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. شايفة الطراوة والجمال. بس هقول لك حاجة، أنا أول ما طلعتها من الفرن اديتها بخة مية، وعندك بخاخ بخة بسيطة كده، وتروحي على طول مغطيها، وما تغطيش بكيس بلاستيك عشان ما تعرقش. اول ميه ترد عليها تاني فتطرها لك وتبقى مش ظريفه. غطي بفوطه، يعني بخي بخه الميه عقب طلوعها من الفرن مباشره، وغطي بفوطه قيمه كده يعني 10 دقايق 15 دقيقه. وبعد كده ابدأي خدي قطع الفطيره زي ما انت شايفه، حاجه كده رائعه، حاجه وهم بصراحه. شوفي، بصي الجمال، بصي في منتهى الجمال. تاكليها بقى طبعا بدوق، طبعا ما انتوا عارفين لازم ادوق. جميلة، بصي القاع، بصي الوش، بصي اللون، جميلة جدا، وهتعجب أولادك جدا جدا لما تحط لهم بقى بدل العيش الفينو التقليدي تحط لهم فيه الجبنة اللانشون اللي انت عايزة بقى تحطيه. المهم يعني ان دي الفطيرة بتاعتنا اللي عملناها النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم، واذا كان كده الشير واللايك والاشتراك في القناة، ده شيء طبعا يسعدني، وتعليقاتكم الجميلة اللي أنا بشكركم عليها. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.